الآن ما الذي يحدث في الشام حتى تصير عندنا الصورة واضحة جلية من خلال روايات أهل البيت؟ أنا سأضع هذه الخارطة أمام الشباب والناس حتى يعرفون إحنا وين رايحين. أولا، رقم واحد، فتنة بلا مخرج يعبر عنها الإمام الباقر عليه السلام تشمل الناس في الشام. الرواية طويلة، يعقوب السراج عن جابر، الإمام يسولف ويا جابر يقول له: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء، يعني العدد من الطرفين، وينادي مناد من السماء فتنة اختلاف الأحزاب، يسميها أمير المؤمنين عليه السلام فتنة الشام. الآن 26 فصيل في هيئة تحرير الشام، هؤلاء كلهم يختلفون فيما بينهم، سيختلفون فيما بينهم. هذا أولا. اثنين، الافتراق والضعف والعجز في الشام. الرواية عن الإمام علي سلام الله عليه يقول: يرسل الله على أهل الشام من يفرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم. يقول سيتفرقون، يتمزقون، واحد يقتل الثاني. وهذا أبو محمد الجولاني أولا بايع القاعدة، بعدين صار صديق أبو بكر البغدادي، بعدين انشق عن أبو بكر البغدادي وراح للنصرة، بعدين غير النصرة سماها هيئة فتح الشام، بعدين غير فتح الشام هيئة تحرير الشام، وهكذا إلى أن يضعفون إلى درجة لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم. وهي حقيقة بشرى إلى الأحبة هناك الشيعة الذين إذا حمي الوطيس يريدون أن يواجهوا هؤلاء ضعفاء جبناء. لماذا؟ لأنهم شجرة بلا جذر، مرتبطين بدول أخرى. هاي اثنين. شوف الآن مراحل، كانت أول فتنة، بعدين ضعف. ثلاثة، صراع ثنائي على السلطة، مو على خدمة الناس ورعايتهم، بين الأصهب والأبقع. شوف الإمام الصادق ماذا يقول. يقول: فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون على 3 رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. عندما يختلفون فيما بينهم وتبدأ الحرب فيما بينهم، تأتي المرحلة الرابعة اللي عندما يضعفون يأتي السفياني مع الغرب يسيطر على الشام والكور ال5، وهي المرحلة الرابعة، حرب السفياني على الأصهب والأبقع وانتصاره عليهم. 5، حرب السفياني مع التركي في 3 معارك طاحنة. هذيك مرحلة نسميناها قرقيسيا الأولى، الثانية هذه قرقيسيا الثانية. السفياني سيحارب الترك والأكراد وبني مروان في حرب واحدة في منطقة تسمى البصيرة، مو البصيرة، قرأها البعض البصيرة، اللي هي قرقيسيا. هذه المنطقة تقريبا يدير الزور وما شاكل من هذه المناطق، نهر الخرم. هذه الحرب إذا ظهر السفياني على الأبقع والمنصور اليماني حتى خرج الترك والروم فظهر عليهم والسفياني ينتصر عليهم. هاي 5. 6، دخول المغاربة للشام بالرايات الصفر، وهذا يراد له وين يسولف عنه بصراحة. يقول: إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟
قال رجفة بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000 يجعلها الله رحمة للعالمين، فانظروا إلى أصحاب البراثين الشهب المخرومة. يتحدث عن أهل المغرب عندما يدخلون إلى الشام. هاي 6. وهنا المغرب مقصود به الغرب أم المغرب؟ حسب تحليلنا بلدان المغرب المغرب هذه المغرب، وسيدخلون عن طريق مصر. والكلام بكثير من التفاصيل نحتاج نتوقف عنده، شلون يدخلون إلى مصر وكيف ستقوم معارك هناك في مصر. زين. 7 حربه على الحجاز، بعد ما ينتهي من الشام يبدأ حربه على العراق، ومن ثم ينطلق إلى الحجاز، ومبايعة أهل الحجاز له بشكل عام، ومن ثم سيعود إلى الشام منهزما وينتصر عليه صاحب العصر والزمان. خلاصة الأحداث التي ستحدث في الشام، خلاصة الأحداث بكلمتين: أولا كلها خارجة عن شيعة أهل البيت. هذه كلمة رقم 1. كل الأحداث التي ستحدث في الشام هي خارجة عن شيعة أهل البيت سلام الله عليه. 2 كلها لصالح الحركة المهدوية. كل ما يجري في الشام حسب رواياتنا، أنا أطمئن الشيعة، كل ما يجري في الشام وإن اشتد هوله وعظم أثره وكثرت ضحاياه، كل ما يجري في الشام من حرب واقتتال وغزوات وغير ذلك، كل ما يجري في الشام أولا بعيد عن شيعة أهل البيت،